السلام عليكم، مرحبا بكم مع وصفات ملكة الطبخ. اليوم نحضروا مع بعض بسبوسة بالجوز والجزر اللي تجي بزاف بنينة وسهلة في التحضير تاعها. فضلوا معايا تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. الحاجة الأولى نبداو نحضروا الشربات. عندي كاس ونص تاع الماء. الكاس اللي نعبر به الشربات نعبر به البسبوسة. كاس سكر، 2 براد قارص ولا نص كيما تحبوا. نحطها فوق النار تغلي، بعد ما تغلي نحسبوا لها 10 دقائق ونطفيو عليها ونخلوها تبرد. نبداو نحضروا في البسبوسه. عندي 4 حبات بيض يكونوا كبار، كاس سكر ناقص 1 دوا باش ما تجيناش حلوه بزاف. نضربوا مليح حتى يذوب السكر واللون يتبدل. عندي كاس تاع الزيت ونضرب مليح. كاس حليب، قرصه تاع الملح ما نكثروش غير شويه، قشور القارص تحبوا لي عنده قشور تشينا يقدر يزيدهم. نضرب مليح. عندي كاس تاع الجوز مرحي بعد ما حمصته، كاس تاع زروديه مسكرفجه في الرقيق، نص كاس تاع نواه كوكو، كاس ونص سميد رقيق. المواد الجافه لازم نغربلوها قبل ما نخدمو بها. عندي 2 باكيات خميره كيميائيه الوزن كل وحده 10 غرامات، يعني في زوج رانا دايرين 20 غرام. وغرفه صغيره تاع القرفه، ونخلط مليح المواد مع بعضهم حتى يندمجوا مليح. نديرهم في سنيوه اللي دهنتها بالزيت ورشيتها بسميد رقيق. نهزها مليح ونديرها في الكوشه طيب اللي كنت سخنتها من قبل ما نبدا نحضر في البسبوسه. وهي سخونه نشربها بالشربات اللي كانت بردت. نشربها مليح ونخليها حتى تبرد. بعد ما بردت ندير لها الكراميل. الكراميل كيما تحبوا ديروا بزياده ديروا. نرشها بالجوز. من احسن يكون الجوز مكسر خشين، انا ما عنديش خشين درت الرقيق. نخليها تريح ونقطعها. بعد ما قطعتها كيما راكم تشوفوا جات بزاف بنينه وجات خفيفه ومشربه. شهيتكم في الجنه ونتلاقاو فيديو الجاي ان شاء الله.